بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الزملاء المعلمين المرشحين للترقية لوظيفة موجه مادة، السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله من خلال الفيديو ده هنقدم أحدث اختبار لأساسيات التوجيه الفني، جميع أسئلة فعلية من المنصة إبريل 2024. الاختبار البعدي بالأكاديمية بالإجابات الصحيحة مع عرض مصدر الإجابة. بس يا ريت لو أنت أول مرة بتشوفني ما تنساش تدعمني بعمل سبسكرايب للقناة، تشترك معايا في القناة وتعمل إعجاب بالفيديو وتعمل شير ليصل أكبر عدد من الزملاء. أولا الامتحان بيبقى عبارة عن 5 مجالات، وكل مجال بيبقى فيه 4 أسئلة، يعني 5 في 4 بيبقى 20 سؤال. وطبعا كل مجال بتظهر فيه شاشة واحدة فيها الأربع أسئلة بتاع الاختبار، يعني كل مجال فيه 4 أسئلة، ومدة الأسئلة دي حوالي 6 دقايق، يعني 360 ثانية. بتجاوب على الأربع أسئلة دول وبعدين بتضغط تأكيد في نهاية الصفحة. للانتقال للمجال اللي بعده إلى أن تنتهي من الخمس مجالات. وبالتوفيق للجميع إن شاء الله. من غير ما أطول عليك، يلا نشوف أحدث اختبارات من الأكاديمية للشهر الحالي اللي هو شهر إبريل 2024. السؤال الأول كان بيقول: القيادة التربوية تحتاج توافر الإمكانات المادية لتحقيق التطوير المنشود. طبعا ده في المجال الأول اللي هو القيادة التربوية. بيقول لي هل العبارة دي صحيحة أم عبارة خطأ؟ طبعا العبارة دي عبارة صحيحة. يبقى القيادة التربوية بتحتاج توافر الجهود أو الإمكانات المادية لتحقيق التطوير المنشود، دي إجابة صحيحة. ونشوف هنا بنلاقي هنا طبعا مصدر الإجابة متطلبات القيادة التربوية، ده من ملف PDF الخاص بالأكاديمية. طبعا هنا توافر الإمكانات المادية التي تمكن من تحقيق التطوير المنشود. السؤال رقم 2 بيقول: القيادة التربوية تحتاج لتوافر الوقت الكافي لإجراء الدراسات والتطوير. هل هي ده عبارة صحيحة أم عبارة خطأ؟ برضو دي عبارة صحيحة. ونشوف مع بعض مصدر الإجابة من ملف PDF الخاص بالأكاديمية رقم 4 اللي هو توافر الوقت الكافي لإجراء الدراسات وعمليات التطوير المتعددة والنوعية. هنشوف السؤال الثالث في المجال الأول اللي هو القيادة التربوية. كان بيقول: نظرية هالبن أو نظرية البعدين المقصود بهما البيئة التنظيمية والأفراد العاملين، ولا المدير ووكيل المدرسة، ولا شؤون الطلبة وشؤون العاملين، ولا الإدارة التعليمية والتوجيه الفني. طبعا نظرية هالبن أو نظرية البعدين المقصود بهما اللي هو البيئة التنظيمية والأفراد العاملين. يعني أهم حاجة في النظرية ديت اللي هي البيئة التنظيمية اللي هو التنظيم، والأفراد العاملين. شوف بعد كده السؤال، طبعا ده مصدر الإجابة اللي هي نظريات السلوكية في القيادة، نظرية هالبن أو نظرية البعدين، ويقوم فيها نمط القيادة على بعدين. البعد الأول يهتم ببنية التنظيم وإنجاز مهامه وتحقيق أهدافه، أما البعد الثاني فيهتم بالأفراد العاملين في هذا التنظيم وحاجاتهم وعلاقاتهم، ويحاول غرس روح الثقة والاحترام بينهم. ومن هذين البعدين برزت أنماط قيادية مختلفة. طبعا قلنا بيئة التنظيم والأفراد العاملين. السؤال الرابع كان بيقول: يقوم النمط الأوتقراطي على الانفراد بالسلطة والانفراد في اتخاذ القرارات. طبعا النمط الأوتقراطي ده نمط مستبد بيقوم على اتخاذ القرار بمفرده وينفرد بالسلطة. إجابة صحيحة وإجابة خطأ؟ طبعا دي إجابة صحيحة. ونشوف مع بعض مصدر الإجابة. النمط الأوتقراطي أهم حاجة فيه اللي هو الانفراد في اتخاذ القرارات وعدم مشاركة العاملين في العمليات الإدارية الأخرى، وتركز معظم السلطات في يدي، ودور المعلم ثانوي، وطاعة جميع العاملين ضرورية بدون مناقشة أو إبداء رأي. وكمان بيرفض مبدأ التفويض وما فيش عنده وكمان بيفصل بين التخطيط والتنفيذ، يعني لابد أن تنفذ بدون إبداء أي آراء. كمان عدم الاهتمام بالاتصالات الإدارية والتطبيق الحرفي للوائح القانون بعد تفسيرها طبعا من وجهة نظره. نشوف المجال الثاني اللي هو تطوير المناهج. الموجه الذي يشارك في لجنة المناهج لابد أن يتصيد الأخطاء بالمناهج، يطور في وضع المناهج، يحذف الدروس، يتجنب أو يتجاهل بعض العناصر المهمة. طبعا هنا يطور في وضع المناهج، يبقى الموجه اللي بيشارك في لجنة وضع المناهج لابد أن يطور في وضع المناهج. سؤال رقم 2: تم اعتبار المنهج جزءا أساسيا من النظام التربوي والمدرسي الذي تخطط داخله القرارات المنهجية. دي عبارة صحيحة أم عبارة خطأ؟ طبعا دي عبارة صحيحة. السؤال رقم 3: من أسس تطوير المنهج الاستفادة من الخبرات السابقة. إجابة صحيحة أم إجابة خطأ؟ طبعا دي إجابة صحيحة. السؤال رقم 4 أو أسئلة المجال الثالث: المقرر الإلكتروني هو كل الأنشطة والمواد التعليمية التي تعتمد على الكمبيوتر. دي إجابة صحيحة أم إجابة خطأ؟ طبعا دي إجابة صحيحة. ونشوف مع بعض السؤال الثاني: تعدد مصادر شبكات التعلم من خلال شبكات المعلومات ستصبح خاصية مركزية للتعليم. إجابة صحيحة أم إجابة خطأ؟ طبعا دي إجابة صحيحة. السؤال الثالث: من واجبات المعلم كموجه فني التعرف على الميول الدراسية والمهنية للتلاميذ. برضو دي إجابة صحيحة. السؤال الرابع: التدريب الإلكتروني يعد مدخلا للتنمية المهنية للمعلمين. إجابة صحيحة أم إجابة خطأ؟ طبعا دي إجابة صحيحة.
أسئلة المجال الرابع، السؤال رقم 1: التقويم هو إصدار الحكم على شيء اعتمادا على معايير جيد ومتوسط وضعيف. إجابة صحيحة من إجابة خاطئة؟ طبعا دي إجابة خاطئة، لأن ده مفهوم التقييم وليس التقويم. طبعا الفرق بين التقييم والتقويم، ان التقييم اللي هو assessment أي إصدار حكم على شيء اعتمادا على معايير محددة مثل جيد ومتوسط وضعيف. إنما التقويم اللي هو evaluation لا يقتصر التقويم على إصدار حكم على قيمة الأشياء فقط، ولكن يتجاوز ذلك لاتخاذ القرارات. فهو عملية تشخيصية وقائية علاجية مثل تشخيص حالة الطالب أو معلم أنه ضعيف، ثم محاولة علاج الضعف وتزويد الطالب أو المعلم بتوجيهات وقائية أو برامج تدريبية لعلاج الانتكاس والعودة للضعف مرة أخرى. سؤال رقم 2: تساعد ورش العمل على إزالة الحواجز بين المعلمين والموجهين، توجيه المعلمين لقراءة الكتب، استخدام النشرات التربوية، كتابة الزيارات. طبعا إزالة الحواجز بين المعلمين والموجهين. شوف مع بعض مصدر الإجابة. ورش العمل هي أسلوب تربوي يساعد في نقل الخبرات بين المعلمين، وتتعلق بالمشاكل التي يواجهها المعلم، وتبرز دور الموجه الفني في حل تلك المشكلات، خاصة ما له علاقة بالعملية التعليمية داخل وخارج الفصل. وفوائد ورش العمل: إتاحة فرصة النمو المهني والاجتماعي للمعلمين، تغيير بعض الأفكار والاتجاهات لدى المعلمين، تحسين طرق وأساليب التعليم، تشجيع الإبداع والعمل التجريبي، إزالة الحواجز بين المعلمين والموجهين. سؤال رقم 3: التوجيه نقاط يتم أثناء الدراسة لتصحيح ما وقع فيه المعلم من أخطاء. التوجيه الوقائي، التوجيه التصحيحي، التوجيه البنائي، التوجيه المباشر. طبعا ده التوجيه التصحيحي. التوجيه التصحيحي هو اللي يتم فيه أثناء الدراسة، أو هو الذي يتم أثناء الدراسة لتصحيح ما وقع فيه المعلم من أخطاء. طبعا ده مصدر الإجابة التوجيه التصحيحي، وهذا يتم أثناء الدراسة بعقد مؤتمرات لتصحيح ما وقع فيه المعلم من خطأ وسلبيات، وتصحيحها ووضعها في مسارها الصحيح بعد تقييمها. السؤال رقم 4: من أساليب حب الاستطلاع عند المتعلمين القراءة المتوجهة. السؤال رقم 4: من أساليب حب الاطلاع عند المتعلمين القراءة الموجهة أو القراءات الموجهة. إجابة صحيحة أم إجابة خطأ؟ طبعا دي إجابة صحيحة. المجال الخامس، السؤال رقم 1: من المتطلبات اللازمة للتحويل المدارس إلى مجتمعات تعلم مهنية، دعم ثقافة التنمية المهنية المستدامة، الاتصال بالإدارة التعليمية، الحصول على إخلاء طرف من التدريب، الاتصال بالتوجيه الفني. طبعا من المتطلبات اللازمة لتحويل المدارس إلى مجتمعات تعلم مهنية لو دعم ثقافة التنمية المهنية المستدامة. ده ملف PDF الأكاديمية لمصدر الإجابة. المتطلبات اللازمة لتحويل المدارس إلى مجتمعات تعلم مهنية. ده طبعا ملف PDF. المتطلبات اللازمة لتحويل المدارس إلى مجتمعات تعلم مهنية: تبني نمط قيادي معاصر، توزيع المهام والمسؤوليات القيادية، توفير مناخ صحي، التركيز على التعلم، بناء هياكل تنظيمية تدعم ثقافة التعاون بين العاملين، بناء الثقة بين أطراف التعلم في المدرسة، دعم ثقافة التنمية المهنية المستدامة، وفرق عمل لضرورة بناء مجتمعات التعلم. السؤال رقم 2: من جوانب القوة بتحويل المدارس إلى مجتمعات تعلم مهنية، التغيير ولا التغير ولا التفكيك ولا التجميد؟ طبعا ده اللي هو التغيير. شوف مع بعض مصدر الإجابة. جوانب القوة والضعف المرتبطة بتحويل المدارس إلى مجتمعات تعلم مهنية: أولا جوانب القوة: الاتجاه نحو تغيير النظرة التقليدية للمدرسة، الاهتمام بتوسيع دائرة المشاركة في قيادة المدرسة وصنع قراراته، الحث على تهيئة مناخ مدرسي تسود فيه القيم الإيجابية، الحث على التجديد والتغيير. السؤال رقم 3: مجتمعات التعلم المهنية يمكنها التنبؤ بالمشكلات المستقبلية. هل دي إجابة صحيحة أم إجابة خطأ؟ طبعا دي إجابة صحيحة. نشوف مع مصدر الإجابة. وتختلف طبيعة مجتمعات التعلم عن غيرها من المجتمعات في الجوانب التالية: التنبؤ بالمشكلات المستقبلية، الاهتمام بالبيئة الخارجية، البحث المستمر عن التحسين والتطوير، وكفاءة تعزيز النمو والمبادرة، وتحديد الوظائف وتشجيع الاستكشاف. وأن مجتمعات التعلم المهنية بالقدرة على التنبؤ بمشكلات تتواجه المدرسة مستقبلا، ويتم بالبيئة الخارجية بمفاهيم فرص يمكن استثمارها وتهديدات يتم تجنبها. السؤال رقم 4: عندما يتعاون العاملون للبحث عن معارف جديدة يتبادلونها يسمى ذلك ب: 1. الإبداع الجماعي، المناخ الصحي، الظروف الداعمة، القيادة المشتركة. طبعا ده بيسمى بالإبداع الجماعي. وفي النهاية يا ريت لو كان عجبك الفيديو ما تنساش تعمل معاهم سبسكرايب للقناة وتشترك معايا في القناة وتعمل إعجاب بالفيديو وتعمل شير لأصحابك وعدد الزملاء، وأنا نلتقي في فيديوهات أخرى قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.